ايه رأيكم في طبق البصارة ده؟ يلا بينا نشوف انا عملته ازاي. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ من زمان ما عملتش فيديوهات، معلش سامحوني. ان شاء الله هلتزم في الفيديوهات وهبقى معاكم، بس بقى شدوا حيلكم معايا، اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة عشان القناة تكبر بيكم. هنقول النهاردة أكلة اقتصادية أنا بحبها جدا ومش مكلفة خالص. هنجيب ربع كيلو فول مدشوش وبصلاية وفص توم اهو وشوية خضرة. الخضرة دي يعني اللي هي كزبرة وشبت. هناخد كده نصها ونحط نصها ونسيب نصها. هقول لكم النص التاني هنعمل فيه ايه. كده كده اهو، بصوا نقلبها كده ونحطهم على النار يستووا. خلاص، شوية مية حطهم على النار يستوي. كفايه كده، خدت نصها سبت نصها بس كده. مش بحط بصل كتير ولا توم كتير. وهحط ميه، وهنا اهو حطيت كوبايه ميه كده. طبعا لسه عايزه احط ميه كمان، كوبايه كمان. احط كوبايه ميه كمان ونحط الكوبايه الثانيه اهي. يبقى كده تمام. نسيت اقول لكم الفول انا نقعمني امبارح في ميه عشان يستوي بسرعه، وهولع البوتاجاز واسيبه يتسلق. وطبعا اغطي الحله، واغطي الحله على نار متوسطه كده واسيبها لغايه ما تستوي. هنا في نص السوا كده وبتغلي اقوم حاطه الملح. طبعا الملح ده اختياري زي ما انتوا عايزين الكميه بتاعته. انا هقلبه كده وادوق الملح ازاي. انا بحب الملح ناقص، مش عارفه بقى انتوا بتحبوا ايه. كل واحد يعمل الملح اللي هو عايزه ايه. كده هدوقه بقى كده. لا حلو كده كده حلو. واسيبه بقى اكمل سواه ويبرد. احط عليه واسيبه بقى. وهنا خلاص كده شوفوا انا شلته من على النار لما الميه دوب مغطيه بس كده. هيتضرب بقى. ممكن تاخديه تضربيه في الخلاط، ممكن تعملي ببلندر، اللي عندك استعملي. انا هعمل هنا بالبلندر كده اهو. هنحط حاجة البصارة على النار تستوي، وفي نفس الوقت ده هنحضر الحاجات دي. هنعمل ايه؟ الخضرة اللي احنا قسمناها 2 والثوم هنفرمه، وكمان نص معلقة ايه كزبرة وشوية سمسم وشوية ملح وشوية زيت. هنحط هنا الزيت وبعدين نحط الثوم نحمصه يعني يصفر كده، وبعدين نحط السمسم ونحط الخضرة. اوكي كده، يلا نشوف هنعملها ازاي. حطينا الزيت نضيف عليه بس الزيت ده نزوده شوية عشان هنحط اهو فوق الوش. يعني نزوده حبة كده على حسب الاطباق اللي انت هتعمليها، اطباق صغيرة او كبيرة زي ما انت عايز. وبعدين نحط الثوم المفروم كده نحطه هنا برضو كده، ونحطه على النار لغايه ما ايه الثوم يصفر بسيط قوي كده وريحته تطلع كده. محطش الباقي دلوقتي. انا حطيت الثوم والكزبره على النار كده وتصفر بقلب كده. هتصفر دوب بسيط قوي. احط شويه الفلفل وحطيت الملح. لسه اقول لكم حطيت شويه الملح دوب على اللي هي الحاجه اللي هتبقى على الوش، لكن الحله التانية محطيتش لسه ملح.
شوف قربت تصفر كده، هوطي عليها خالص كده واخدها كده واحط عليها السمسم اهو كده عشان ما يتحرقش. شلته من على النار خالص اهو. شويه السمسم كده زي ما تحبي بقى، عايزه تحطي زي ما انت عايزه وتقلبي. انا شلت من على النار كده عشان اقلب براحتي الحاجه ايه ما تتحرقش. هحطه ارجعه تاني على النار. والسمسم شرب زيت، شوفوا ازاي. هحط شويه زيت تانيين بس، واحطهم تاني على النار يتحمصوا. وهدي النار بقى كده. حمص برضو واقلبهم. بعدين احمص الخضرة لوحدها عشان الخضرة يعني لو انا حطيتها عليها هتخليها يبقى طري وياخد وقت طويل وتبقى بايخة كده اهي. اي تقلبتين كده السمسم ادوقه كده الاقيه متحمص وحلو، اقوم شايلاه من على النار واقوم حاطة الخضرة. وهنا حطينا الزيت على النار وهنحط فيها الخضرة كده. نحط الخضرة كلها ونحمصها بقى. جربوها، الأكلة دي حلوة أوي، بحبها جدا. اكلوا صغيرة أو حلوة وتعملوا يعني الأكل بتاعكم اليوم. حمصها كده عشان مطولش عليكم، ولما أوصل بالدرجة اللي أنا عايزاها أروح كده. الحاجة يعني ايه تنشف كده وتتحمص نفسها كده خلاص. هو المفروض ان كنت حطيت الورد بتاعها على بس كمان انا بقى مخزناها، فكنت مخزناها كده مع بعضها. المفروض الورق اللي هو الورق مش العدوي بس هتمشي يعني هتقلق. بخزن الخضرة من السنة للسنة تبقى خضرة زي ما هي، جميلة جدا ولا كأن الطريقة لسه. الثوم برضه بعمله حلو اوي، بعمله بودر وبعمله صحيح زي ما هو، وبعمل السنة والسنة لا ينفع ولا يتعبني ولا حاجة. والكمية اللي انا بجيبها بستفاد منها كلها من غير ما اي حاجة فيها خروج. عارفة الثوم بنجيبه بيفضل اتنين يعني تجيبي كيلو مثلا يمكن خالص على ربع كيلو في اخر النص. حمصها بقى وجعلته تاني عشان مطولش عليكم الفيديو. وهنا هصب بقى ايه البصارة كده. بصوا حطيتها كده هي تقيلة، بصوا انا ده هصبها كده عشان تشوفوا القوام بتاعها. شوفوا ازاي اهو. حطوا بقى الكمية اللي انتوا عايزينها، انا مش عايزاها تبقى كمية كتير علشان ما تبقاش تخينة، عشان احط الحاجات اللي على الوش دي تبقى حلوة يعني. بصوا هوريكم. وطبعا انا هحطها قبل ما تبرد
عشان لو بردت مش هتنفع تتفرد كويس. بصوا اهي، هصبه كله وبعدين ارجع لكم تاني اوريكم هعمل فيها ايه تاني. هنا صبيتهم كله خلاص كده. هنعمل بقى ايه تجميل كده هيبقى شكله حلو. فاكرين اللي هو الخضر اللي احنا عملناها اهي، هحطها في الوسط كده كده، وبعدين اقوم حاطه سمسم كده زي الوردة كده، وافردها كده احسن اسهل. طبعا في المحلات مش بيعملوها بالنظافة دي ولا بأي حاجة، بيحطوا بصل كتير عشان طبعا ايه يوفروا. نحط بقى الاخضر ده كده هنا في الوسط كده زي الوردة بس. يلا اتفضلوا معانا بألف هنا. ما تنسوني الشير واللايك واشتراك في القناة عشان يوصل لكم المواضيع، وكمان هعمل لكم وصفات اقتصادية في عز الغلاء اللي احنا فيه. وكل سنة وانتم طيبين حبايبي. انا هنزين الطبق ازاي بقى. هنجيب الثوم اللي هو والسمسم اللي احنا كنا عاملينه كده، ونحاول نفرده كده على الوش كده، هيدي منظر حلو وهيبقى طعمه حلو قوي. طبعا احنا حاطين شوية ملح يا دوب عشان السمسم يبقى فيه ملح، يعني ميبقاش ناقص ملح، يبقى تاكليه كده بألف هنا، يبقى شكله يبقى طعمه حلو اهو كده. فردته كده هنا كده، ممكن اعملها على شكل وردات ومش عارفه يعني. عملته كده اهي. طبعا الزيت انتوا شايفينه اهو، هعمل لكم زوم اهو، شايفين الزيت على الوش. وبعدين نحط في الوسط شويه الحمد لله شويه خضره كده، ايه رايكم؟ ونزين الباقي بنفس الطريقه. كل واحد بقى حسب ما انت عايزه تحطي مثلا هنا كده شويه كده، هنا كده حطي يعني واحدتين كده هنا كده. دي هتبقى مريحه للبطن كمان، مش هتعمل انتفاخات. الخضره دي حلوه اهي. ايه رايكم؟ هزين بقى الاطباق الباقيه وهوريها لكم بعد ما تخلص. طيب بعد ما خلصت الاطباق انا زينت كل طبق بشكل مختلف كده. منتظره ارائكم في التعليقات لانها دي بتسعدني والله. اقول لكم جربوها وان شاء الله تعجبكم، وبألف هنا عليكم. ولازم نقتصد عشان نعدي الازمه دي على خير، وان شاء الله مصر تبقى زي الفل، تبقى كلها خير وبركه. السلام عليكم، مع فيديو تاني